هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟ لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي. حتى الآن لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية، عبارة عن كراج سيارات يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادات الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون. فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان إحنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني؟ ثم نحن لا نعرف الفارسية ولهذا نصلي مع بعض، وهو محصور في الدبلوماسيين وأبنائهم وليس مفتوحا لعامة الناس. وكل الخطب التي تلقى فيه هي عبارة عن خطب اجتماعية عن بر الوالدين والإحسان إلى الجار، وليس لها علاقة بأي أمر سياسي. ومع هذا هم طلبوا إغلاق هذا المكان. طلبوا إغلاق موقف السيارات الكراج في الملحقية السعودية. طلبوا إغلاقه كمصلى تصلون فيه. طلبوا إغلاقه. كان جاء مبعوثا من رفسنجاني، شخص يعمل في الإعلام اسمه محمد صادق الحسيني، وكنا في حفل للسفراء فكلم السفير السعودي وقال يجب أن تغلقوا هذا المكان، هكذا هي رغبة الدولة الإيرانية ورفسنجاني تحديدا. فكان الكلام مع الملحقية أو السفارة السعودية مباشرة؟ مع السفير السعودي نعم. فهو استهجن وكلنا استهجنا ذلك، أنه هذا مكان ليس له أي شيء، يعني لا يدعى للإيرانيين أن يأتوا يصلوا فيه يعني. فلماذا مع وجود كنيس لليهود، مع وجود كنائس للمسيحيين، للزرادشتيين، كل الملل يعني، فاعتبروا أهل السنة جزء يعني ويصلوا في مكان خاص بهم يعني. فهو قال لابد من الإغلاق إلا إذا اتصل الأمير، كان ولي عهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، مع رفسنجاني يعني يطلب منه الإبقاء عليه. فاعتذر السفير قال هذه ليست مهمتي ولا أجرؤ أن أطلب هذا الطلب، لأنه إحنا في مساجد في أمريكا في بريطانيا، فكيف في بلد إسلامي؟ فكان مستهجن من الجميع. بعد ذلك هو اقترح أنه أن يذهب وفد من السفراء لرفسنجاني. أيضا السفراء اعتذروا، منهم السفير السوري قال أنا جاي سفير مش جاي ابني مساجد. فانبريت أنا وقلت أنا بذهب إلى السفير السوري قال هذا الكلام؟ نعم. فانبريت أنا قلت أنا بذهب إذا كان. فقال لي لا أنت غير مقبول، يعني أي واحد ما عدا أنت. فقلت له أنا أعتز بهذا. لماذا؟ يعني يبدو أنهم كانوا غير مرتاحين. بسبب الخلفية الإسلامية أو لأنني أنا أردني تشاكس لا بسهولة؟ لأن أنا مش أشاكس، أنا رايح أبني علاقات. وهذا الذي قلت لخرازي، قلت له أنا قبل أن أكون سفيرا أنا إسلامي وأؤمن بوحدة المسلمين وأن نبني المداميك في العلاقة، فيجب أن تساعدوني. يعني أنا قبل هذا أحب أمة الإسلام والخير لها، فإذا ساعدتوني يمكن أن أحقق إنجاز، إذا ما ساعدتوني أنا ماذا سأفعل؟ يعني الحب مش من طرف واحد، بده يكون منا ومنكم يعني من طرفين. طبعا. هم يعني أرادوا مني أني أنا أسمع أي شيء ولا أعلق، فأنا طبيعتي لا أقبل هذا يعني. ربما هذا نتيجة النيابة التي تبت عنها على المعارضة يعني. لا يعني لما يكون في شيء خطأ أنت تعتقد أنه خطأ تعلق عليه. فإذا كنا في دول بدنا نعلق، إحنا لسنا أبو الهول رايح أنا أقعد في طهران